تنسى أبدا أساطيره، كيف لا وأن تكون مارسيلو الرجل الذي جعل من الرواق الأيسر لمدريد صمام أمان وفي ذات الوقت مصدر خطر. هذا البرازيلي الذي ودع كرة القدم قبل أيام، لكنه لم ولن يودع من قلبه فريق ريال مدريد، ولن يودع أيضا من الذاكرة هذا الفريق الملكي. في لحظة تكريم وفي لحظة وفاء وفي لحظة ذكريات وفي لحظة الكثير من الأشياء التي لا يمكن أبدا للذاكرة أن تنساها. في وقت أسطورة يكرم فيها أسطورة، هنا مودريتش ومارسيلو في لحظة من اللحظات التي الأتلتي يريد أن يعرف عن أسماء لاعبيه في بداية، في لحظة أولى، في انطلاق اللي سقط في الكرة الأخيرة ماركو جوليانو في كرة، لكن الثمان وصلت عن طريق رودريغو. بعد ذلك فاسكيز والخطأ، الانطلاقة تأتي للأتلتي، الفرصة لأتلتيكو ممتازة يا أنطوان جريزمان، لكن طالت على لينو في كرة إلى أنطوان، الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، لكن يا لوكاس يا فاسكيز أي خطأ، تمريرة بينية لكن التغطية من أسينسيو في الكرة الأخيرة في ظل غياب رودريغو هرب، رودريغو مازال والكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى يشير إليها حكم اللقاء السيسي على ما يحدث داخل أرضية الملعب في هذا المعترك. وهذا المعترك هنا فيه فرصة لينو يتقدم، لينو في كرة تصويبه خطيرة كانت أولى المحاولات كانت للرخي بلانكوس، أولى أتلتيكو مدريد، لكن هنا التصويبة تأتي إلى خارج الملعب، أولى تسديدات الريال، العناصر التي يمتلكها الريال، لكن هنا فيدريكو إلى فينيسيوس، فيني عنده كرة، فيني يريد أن يمر، فينيسيوس فيني كاد أن يفتح المغلق، فيني كاد أن يبدأ إلى كيليان مبابي يسقط، لكن الكرة بتعود لفريق مدريد لفريق الريال، عرضية الطرف الأيمن هنا مبابي. إذا أولى البطاقات الصفراء التي تظهر هنا في هذا اللقاء من نصيب داني سيبايوس، فرصة تصويبة تأتي من سيبايوس لكن بعيدة كانت الكرة، لكن هي لمسات فنية كانت مميزة. طبعا هذا الوضع المحتدم، لكن لدينا كرة من الطرف الأيسر، عرضية لا تأتي، خطيرة الكرة ما زالت قائمة للأتلتي، فرصة هنا تمهيد، فرصة باريوس لكنها بتعود، باريوس والتصويبة بعيدة إلى خارج الملعب، بعيدة كانت الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. تسديدة باريوس، بينما هذه الكرة التي حاول من خلالها خافي جالان، وبعد ذلك أتلتيكو مدريد أنشيلوتي هكذا ردت فعله، أنشيلوتي هكذا كانت ردة فعله، لكن هنا نشاهد أي ردة فعل ستكون من خوليان ألفاريز أو من جانب تيبو كورتوا. الأتلتي مرشح بأن يتقدم في النتيجة أمام حارس المرمى تيبو أم خوليان ألفاريز أم أن تيبو كورتوا يتصدر. نشاهد نرى نتابع خوليان ألفاريز فعلها الأرجنتيني، سبايدر الأرجنتين يصعد شباك مدريد، يصعد شباك كورتوا ويسجل الهدف الأول لفريق أتلتيكو مدريد في هذه اللحظات. الأتلتيك هو من يتقدم، الأتلتيك هو من يصل. 38 من زمن شوط المباراة الأول، رودريغو يرسل كرة ساقطة، مبابي في لمسة، فيني في انطلاقة، ألفاريز لا، فاسكيز في عرضية انطلاقة، فرصة للأتلتي خطيرة، لينو التسديد، لكن ناسيان مبابي يمرر كرة إلى فين، عنده كرة في وسط الميدان، جالان يتقدم للأتلتي، انطلاقة للأتلتي، فرصة جالان والتصويب لكنها بعيدة كانت الكرة الماضية إلى خارج الملعب إلى الركلة مرمى.
سيبايوس كرة منقولة، فيني والتسديد، الكرة بتعود من جديد للأتلتي، وصلت للأتلتي الأول. الريال يبحث عن العودة، لكن هنا أوبلاك يرغب في نتيجة هذا اللقاء من ركلة حرة مباشرة. كرة ستنفذ، ما الذي بالإمكان أن تصل إليه وما هو بالإمكان أن تؤول إليه هذه الكرة. فالفيردي على تنفيذ بقذائفه الصاروخية، فالفيردي والتسديدة. عملية مسك كانت موجودة، لكن رودريغو يواصل تقدمه، وصفرت سيزار سوتوغراد إلى فاسكيز، فاسكيز في اليمين، فاسكيز إلى رودريغو. ريال مدريد هنا يحاول، الريال في كرة من الطرف الأيمن، رودريغو في عرضية، لقد هب الملوك لحماية صدارتهم، لقد هب كيليان لإحراز أول أهداف في ديربي. نعم، هب الملوك لحماية صدارتهم عن طريق كيليان، عن طريق مبابي. مبابي يسجل، مبابي يعادل، ريال مدريد يعود في نتيجة هذا اللقاء. بدايتها في اليمين، انطلاقتها من الطرف الأيمن، رودريغو في عرضية، خذها يا بيلينغهام، خذها وسجل، لكنها كانت مكتوبة لكيليان. كيليان فران غارسيا في تمرير، نقلة عن طريق فيني. ريال مدريد للثاني، الله الله، ما زالت تصويبة من فاسكيز. انتفض الريال في هذه اللحظات، انتفض الملوك في هذه اللحظات. فالفلا ركنية عن طريق خوليان الفاريز على تنفيذ الركلة الركنية، ملعوبة الكرة عالية عن طريق رودريغو على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة في هذه اللحظات. كرة من تشواميني وبرنابيو في هذه اللحظات. نعم، هنا أنصار الفريق المسا يبحثون عن الثاني، والثاني قد يأتي في الطريق، الثاني قد يكون في الطريق. الله الله الله، الثاني كاد أن يأتي من بيلينغهام بالكرة الرأسية، لكن السيميوني في حوار في طرف الأيمن. فرصة من فاسكيز، عرضية مدريد ما زالت التصويب، لكن أوبلاك يتصدى لكجمل الأتلتي. مولينا عنده كرة في وسط الملعب، ومولينا يمرر كرة ممتازة. يورنتي في فرصة، الفرصة الخطيرة الآن تأتي، خطيرة للثاني لفريق أتلتيكو مدريد. مولينا التسديدة، لكنها بعيدة كانت الكرة في اللقطة الماضية. أي كرة وأي خطورة من مولينا إلى يورنتي، من يورنتي بعد ذلك العرضية، لكنها في الأخير عن طريق مولينا تسديدة بعيدة. بعد ذلك فاسكيز عرضية، بعد ذلك فينيسيوس في محاولة مستمرة، لكن تسلل إلى بيلينغهام. فاسكيز في كرة في فريق ريال مدريد، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء. بابي والتسديدة، لكن ضعيفة للأتلتي. عرضية خطيرة في كرة ممتازة إلى رودريغو لمصلحة فريق ريال مدريد على يسار حارس المرمى يان أوبلاك. الركلة الركنية تنفذ، كرة ترسل، هل من هدف؟ ربما يساوي لقب. هكذا يبحث ريال مدريد. رودريغو على تنفيذ، الفارس عرضية، الله، أرجنتيني بدلا عن أرجنتيني. أنخيل